بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس. إليكم درس بيعة العقبة الأولى، وهو الدرس الأول في وحدة السيرة النبوية. إعداد المعلمة نجاح أبو ندى. أهداف الدرس: يتوقع من الطلاب تعريف مفهوم البيعة، تعليل سرعة استجابة النفر من أهل يثرب للإسلام، تعداد أهم بنود البيعة، توضيح موقف اليهود في المدينة من النبي عليه صلى الله عليه وسلم، استخلاص دور الصحابي مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، تقدير أهمية السرية في إنجاح الأمور العظيمة. أولا، نتذكر طلاب الأعزاء عندما عرض النبي الإسلام على القبائل وفي السنة 10 للبعثة، ومن القبائل التي عرض عليها النبي الإسلام فزارة وكندة وبنو حنيفة وقبيلة كلب، وكلهم رفضوا الإسلام وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا. قبيلة بنو عامر بن صعصعة اشترطوا لإسلامهم، فقالوا: يا محمد، نشترط نسلم بشرط أن يكون لنا الأمر من بعدك. فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم: الأمر بيد الله يجعله حيث يشاء. وبذلك رفضت هذه القبائل الإسلام. في السنة 11 للبعثة التقى النبي ب6 نفر من الخزرج. عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. هؤلاء النفر كانوا مهيئين نفسيا للإيمان بالإسلام والتصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا اليهود يتوعدونهم ويقولون لهم: سيخرج نبي في آخر الزمان وسوف نؤمن به ثم نقتلكم قتل عاد وإرم. ولما خرج هذا النبي وكان من العرب ما كان من اليهود إلا أن كفروا به وقاتلوه وحاربوه قاتلهم الله. عاد الرجال ال6 إلى يثرب، واجتهد الرجال في الدعوة إلى الله حتى انضم إليهم 7 آخرون، 5 من الخزرج و2 من الأوس، إذا كانوا 6، ثم أصبحوا أسلم على يديهم 7، إذا 6 زائد 7 أصبح العدد 13 رجلا. في موسم الحج للعام 12 للبعثة التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وليلا عند العقبة بمنى ب12 رجلا من مسلمي يثرب، 10 من الخزرج و2 من الأوس، إذا مجموع من بايع النبي 12 رجلا. طيب، احنا قلنا في الأول كانوا 13، إذا تغيب الصحابي جابر بن عبد الله عن بيعة العقبة، فقد كان صغير السن وكان له أخوات 9 لا يقوم أحد على خدمتهن سواه، وكان أبوه كبير السن فحب لا يفارق أباه. البيعة هي العهد والطاعة وإنفاذ الأوامر. إذا ممكن أعزائي الطلاب يأتينا سؤال مصطلح: ما هي البيعة؟ هي العهد والطاعة وإنفاذ الأوامر. ما هي الأمور التي بايع عليها أهل يثرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما يقول اللي هو بعض الصحابة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. فقال: فإن وفيتم فلكم الجنة. إذا بنود البيعة: 1 عدم الشرك بالله، 2 عدم السرقة، 3 عدم الزنا، 4 ألا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، 5 طاعة الله ورسوله. طب ما أجر أهل يثرب إن وفوا بهذه الشروط وبهذه البنود؟ لهم الجنة. بعد أن تمت البيعة وانتهى موسم الحج بعث الرسول مع هؤلاء المبايعين أول سفير في الإسلام، وهو مصعب بن عمير. إذا أول سفير في الإسلام هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير. ما هي مهمة مصعب بن عمير في يثرب طلاب الأعزاء؟ إذا مصعب له مهمتان: الأولى تعليم المسلمين في يثرب شرائع الإسلام، والثانية
أن ينشر الإسلام بين المشركين من أهل يثرب. أهمية بيعة العقبة الأولى: كانت البيعة نقطة بداية لانتشار الإسلام خارج مكة. إذا لو قلنا كانت البيعة نقطة بداية لانتشار الإسلام داخل مكة خطأ، هي نقطة لانتشار الإسلام خارج مكة. زرعت الأمل في نفوس المسلمين المستضعفين في مكة. أظهرت البيعة أهمية السرية في إنجاح الأمور العظيمة. عزيز الطالب، ماذا تتوقع لو أن قريش عرفت بخبر بيعة العقبة الأولى؟ إذن لا، عندما علمت قريش لمنعت المبايعين، أو لربما هاجمتهم واعتقلتهم ومنعتهم من العودة إلى بلادهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون هذا الأمر العظيم سرا، لأن السرية لها دور كبير في إنجاح الأمور. كيف لا، وهو قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. إلى هنا نكون طلاب الأعزاء قد أنهينا درس بيعة العقبة الأولى، وإلى لقاء آخر في درس آخر إن شاء الله تعالى.